سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير والصحه تاعكم لاباس. وانتم تشوفوا في هذا فيديو نهار اليوم راح يكون روعه. راح يكون خرجه تنحي على الخاطر مع مناسبه سعيده بالبزاف. تبعوا معايا للاخر. قبل هذا الشيء قولوا لي واش راكم، واش ديروا؟ على بالي كامل راكم في ديار والديكم مهبلينهم بالحس تاع الاولاد، ربي يكون في عونهم ان شاء الله. هذه هي. وراح نقول لكم اللي قريبه لدار والديها ما كان له تروحوا تبات بالسمانه. تروح وتولي باش تنقصوا شويه تعب على والديكم يعني وتنقصوا عليهم شويه الهرج والحس. اللي قريبه راهي تروح لدارها، واللي بعيده اكيد يعني من حقها تروح وتبات وتشبع من والديها بما انه عطله. وقولوا لي واش داروا فيها ولادكم في المعدلات. نتمنى يكونوا فرحوكم، نتمنى يكونوا جابوا احسن النتائج، واللي ما توفقوش في هذا الفصل نتمنى يتوفقوا في الفصل الثاني. وحاولوا تخرجوهم يبدلوا شويه الجو باش يرجعوا بطاقه جديده. حاولوا تفرحوهم، حاولوا تبدلوا لهم الجو بأبسط الأمور. الشتا خرجة كيما هذه ترد الروح. هنا كنت رحت الجبال كوندورسي، بلاصة ما شاء الله تريحوا فيها صح. حبينا نبدلوا شوية الجو. رحت ديت الكسرة تاعي طيبتها في الجبل في الجمر. جات واحد البنة ما شاء الله، شوفوا كسرة تهبل مالقري حركتها شوية، بصح جات تهبل بنة تاع الجمر يعني وحدها. شوفوا البقرات كيفها رايحين جايين. كانوا أجواء يعني هايلة. جربوا هذه الخرجة البسيطة. درت خبز كسرة في الدار وديتها طيبتها ليه، ديت معايا الطاجين تاعي. هذه هي خرجة كيما هذه والله العظيم مالقري بسيطة، بصح صدقوني ترد الروح. ترجعي لدارك بواحد الطاقة إيجابية. والولاد يشتيو هذه الأمور، الولاد يشتيو تدي ولدك هكا وتعطيه بالون يلعب، تقتلوا السعادة والفرحة. وثانيا البنات راح نحكي على واحد السوجي للنساء اللي راهم يروحوا عند والديهم. راح نقولك حاولوا تديو مصروفكم، لانه والدين اخرين والله يحليلهم تلقايهم صح مهمش لاقيين رواحهم، وتزيدي انتي ولادك ومصروفهم والله غير بزاف. بزاف عليهم. ما تحرجوهمش. حاولوا كي تروحي لدارك مثلا 15 يوم سمانه ادي مصروف اللي راح يكفيك انتي وولادك في هذيك المده اللي راح تقعديها. والوالدين ما يتشبعوش ودار الوالدين ما تتشبعش. الوالدين حاجة ما تتعوضش، خلاص ما يتعوضوش نهائيا. اللي عندها والديها تحاول تحسن ليهم قدر المستطاع وتطيعهم وتخدمهم قدر المستطاع. ماذا بينا مش هما اللي يخدمونا، احنا اللي راح نعوضوا لهم خيرهم ونعوضوا لهم الشيء اللي تعبوه على جالنا، ماشي نروحوا نزيدوا عليهم. فهمتوني؟ ربي يحفظ والدينا يا رب ويطولهم في العمر. والبنات اللي مزوجين بعيد على ديارهم راح نقول لهم ربي يكون في عونكم صراحة، وربي يكون معاكم، لانه مش حاجة سهلة. اللي راهم في الغربة واللي راهم في ولايات بعيدة صح ربي يكون في العون ان شاء الله. وهنا بعد ما طاب الشوا تاعنا شوفوا الجنحين احسن حاجه تقدروا ديروها فوق الجمر، راح يجيو بزاف بنان روعه. وكل وحده تشارك لي في لي كومونتير وين راحت كامل وكيفاش استغليتوا العطله مع ولادكم. نتمنى كل وحده تعطيني رايها، اسكو فوتوها في الدار ولا غير خرجات ولا في دار والديكم. شاركوني آراءكم. ولهنا كيما تعرفوا الشتا لازم تروحوا بكري. اللي يبغي يدير الشوا في الجبل لازم يروح بكري، لانه ليه طاح الظلمه. لهنا درنا البريس تاعنا بعد ما طاحت الظلمه. ثاني القهوه فوق الجمر حاجه واحده اخرى خلاص. روعه. جربوا خرجه كيما هذه ولو بالاشياء البسيطه، راح تفرحوا بها وتفرحوا بها وليداتكم وتبدلوا جو. لهنا بعد ما فوت يوم كامل برا جا وقت الاسترخاء، وننصح كل أنثى كل مرة بهذيك المخمارية اللي راح تخلي فيك ريحة هايلة بزاف. راهي كل لون وريحته. أنا نشتري الموف هذه تهبل صراحة، ريحتها خير من الغاز. ولهنا حبيت نشارك معكم مناسبة بزاف فرحتنا، واللي هي سلفتي اللي نحبها بزاف ذات دار. ربي ان شاء الله يجعلها عتبة مربوحة عليها ويرزق كل وحدة بالسكن المريح
ان شاء الله، لانه صح السكنه حاجه بزاف بزاف ضروريه. كي ما يكونش عندك سكن راح تتمرمدي في حياتك مع الكرا ودي وجيب وها نوضني الكراي وها، ومهم بزاف بزاف مشاكل ما تكونيش مستقره. السكن نطلب ربي يرزق كل وحده به، لانه بزاف حاجه ضروريه. لهنا رحنا عندها، درنا لها الفال، فرحنا معاها، غنينا معاها. هذه هي. قولوا لي كل وحده كيفاه كي ترحلوا لدار جديده، ولا وش هي عاداتكم، واش ديروا؟ حنا لازم نديروا الطمينه. الطمينه هي التعبير عن الفرح. هي الحاجه اللي نعبروا بها بالفرحه في كل مناسباتنا. طمينة سوا في عرس، سوا في أي مناسبة نديرو فيها الطمينة الحلوة. ثاني الشخشوخة عندنا حنا في باتنا. الشاوية نشتيو نديرو شخشوخة في مناسباتنا. ولهنا لحقنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون عجبكم وديتو منه أفكار. ما تخسروا والو إذا درتو جام وأبوني فضلا وليس أمرا. وشاركوني آراءكم وين رحتوا في هذه العطلة، وشاركوني ثاني عاداتكم وتقاليدكم كي تدي وحدة فيكم سكنة ولا دار كيفاه ديروا. في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.